مش هترمي الرز البايت بعد النهارده. الرز يا جماعه سعره طالع في العالي قوي، واحنا لازم نكون اقتصاديين كده ونحاول ندبرها، علشان حرام نرمي الاكل، بالذات لو قدرنا نعمل له اعاده تدوير وهناكله بالف هنا وشفا. الرز البايت لو عملنا له اعاده تدوير بالفكره اللي انا قلت لكم عليها دي، مش هتفكري ترميه بعد النهارده. صينيه عندك او اي حاجه تدخل الفرن، صينيه ستانلس، المونيا، جرانيت، بعد كده هنجيبه بوله ونحط فيها كوبايه لبن، معلقه كبيره قشطه او معلقتين، ونحطه كده معلقتين سمنه او زبده، وبعد كده نحط معلقه صغيره سكر ومعلقه صغيره ملح. نفس فكره كده الرز المعمر، بس احنا هنعمله مع الرز البايت. والله العظيم هتلاقي بصي طعمه تحفه تحفه، مش هتفكري انك ترميه تاني. بصوا اهوت زي ما انا ما قلت لكم، لبن، معلقتين زبده او سمنه، ومعلقتين قشطه، ومعلقه صغيره سكر، ومعلقه صغيره ملح. هنحطه بعد كده في الفرن، وهوريكم شكله هو طالع عامل ازاي. والله العظيم عايزه اقول لكم ما فاضش منه ولا رزايه. الطريقه دي ما خلتش عيالي يخلوا فيه رزايه كده طالعه، يعني اتبقت في الصينيه. بصوا شكله جميل جدا جدا، وعايزه اقول لكم الريحه كمان يا جماعه تحفه. هتقولي لي طب سمنه ايه ولا زبده ايه؟ اي نوع سمنه عندك، والله العظيم دي انا جايبه علبه السمنه دي من التموين اساسا. يعني انا اقول لكم كان عندي بيبقى فيه سمنه فلاحي او زبده فلاحي، طب ما بقاش عندي دلوقتي، فالمتاح عندي موجود في الثلاجه بعمل بيه. طبعا لو عندك سمنه فلاحي طبعا هيبقى جميل جدا، بس ما عندكيش القشطه برضو بتغني وبتدي تست عالي جدا وبتدي ريحه تحفه. عايزه اقول لكم والله وانا بغرف دلوقتي في الطبق، عايزه اقول لكم الريحه والطعم جنان. انا جوزي اصلا اول ما دقها قالوا لي بصي اعمليها لنا كده على طول. طعمه تحفه جدا جدا جدا، هيخليكي تعمليه على طول والله. طبعا اللي عجبته الفكره بقى ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، لان اكيد اكيد الفكره هتعجبك، وانا واثقه ومتاكده ان انت هتجربيها. بصوا والله بصوا، جميل جدا جدا جدا. ايه الحلاوه دي؟ حد يصدق ان ده الرز البايت يا جماعه؟ اللي انا كنت يعني الحله اللي كانت بايته دي، لا طبعا. من وقتها بقيت اعمله بالطريقه دي. يلا بقى اعملوا لي لايك، ومع الف سلامه.